يا أهلا يا ولاد يا حلوين. أنا جدكم حكيم وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها حكمة هتخلي قلوبكم منورة. يلا نقعد حواليا ونسمع الحكاية مع بعض. في يوم من الأيام كان فيه ولد اسمه سامي. سامي كان بيحب يلعب بالموبايل طول اليوم، ما كانش بيخرج ولا يتحرك كتير. مامة سامي كانت تقوله: يا سامي، لازم تلعب رياضة عشان جسمك يفضل قوي وصحي. لكن سامي كان يقول: أنا مش بحب ألعب، اللعب بيتعبني. وفي يوم حلم سامي حلم غريب جدا. حلم إنه دخل مدينة الألعاب السحرية، كل اللي فيها بيتحرك ويجري. لقي كرة كبيرة بتقوله: يا سامي، تعال العب معايا، اللعب بيقوي القلب. وجت عجلة صغيرة وقالت: وأنا بخلي رجلك قوية زي الحديد. وبعدين ظهر سلم وقال: لما تتحرك جسمك يبقى نشيط ومبسوط. سامي حس بالفرحة وهو بيتحرك ويجري ويلعب. صحي من النوم وهو مبتسم وقال لمامته: ماما، أنا عاوز أخرج ألعب رياضة. مامة سامي فرحت جدا وقالت له: برافو يا سامي، الرياضة بتخلي القلب قوي والعضلات قوية. ومن اليوم ده سامي بقى كل يوم يلعب شوية، يجري ويركب عجل ويلعب كورة، وبقى جسمه قوي وصحته أحسن. يا ولاد، لما تلعبوا رياضة هتحسوا بالسعادة والطاقة وهتكونوا أبطال زي سامي. وخلصت حكايتنا يا ولاد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم من قلبي.